كابتن، مين افضل منتخب عربي لاعب كوره لحد دلوقتي؟ شفنا المغرب وشفنا تونس وشفنا مصر. تضحك. اصل مفيش مجال مفيش مجال للمقارنه. لا المغرب قوه طب عظمى. اقول لحضرتك حاجه وناخد منها ونرد على بعض. يعني امبارح واحد من النجوم الكبار طبعا في كره القدم وفي التحليل، كابتن طاهر ابو زيد، كان معايا في الراديو. هو دخل بشكل مفاجئ قال انه المغرب استحوذت وسيطرت، لكن انا شايف ان هم ضيعوا النقط. مفيش هجمات كتير على المرمى، فرص مؤثره، وانت مقياسك غير مقياسنا. فانت قوتك الهجوميه في التسجيل كانت قليله، ضيعت منك المباراه. دخل في اتجاه معاكس اللي هي المغرب بيتكلم عن المغرب. المغرب يعني دعنا لا ننبهر بهذه الكيفيه، لانه المفروض المغرب تكسب البرازيل عادي. يعني اللي ينطبق علينا ما ينطبقش عليهم. طيب ما هو في نفس الكلام في نفس الاتجاه. انا بقول لك ان المغرب اصبحت قوه عظمى. يعني لا، شايف المغرب ده يعني المغرب تحاسب على هذه المباراه. يعني واشرف حكيمي يحاسب على انه فينيسيوس جه وعدى وسجل بهذا الشكل. اكيد اكيد. لكن نتكلم عن المغرب كتيم، كقدرات، كتكتيك، كل حاجه. بالمناسبه السعوديه متقدمه 1-0 على اوروجواي دلوقتي. طيب. عبد الاله العمري. مع ان السعوديه عانت صحيح عشان تتاهل يعني. وكان في يعني، انما خليني في المغرب. لا المغرب كل لاعباتها عايشين حتى الان كاركتر وشخصيه واحساس بثقه وتكتيك وحركه من غير كوره وتكنيك لا لا اكيد يعني. بس هي الفكره ان هم يكملوا. صحيح. يعني هم انهوا البطوله اللي فاتت في مركز رابع وداخلين البطوله دي. يعني انا شفتهم في الفتره اللي هي ما قبل البطوله ما استريحتش. لكن جوه البطوله موضوع مختلف. هم حاجه ثانيه.